هذا هو مستقبل الهواتف. انسى انك انت يكون عندك هاتف ودائما في ايدك، وانما هذا هو اللي حيكون المستقبل. هذا جهاز لهيومين، فزي ما انتم شايفين هو عباره عن جهاز صغير ممكن يغنيك عن انك انت تحمل هاتف. ففيه اي سم من الداخل، وفي نفس الوقت فيه بروجيكتور وفيه كاميرا، اوكي، وايضا حساس باللمس. ايضا فيه البطاريه، فزي انتم شايفين في بطاريه مغناطيسيه، فممكن انت تحطها من هذه الجهه وبعدين يركب معك بهذا الشكل. فانت ممكن تستخدمه كعدسه، ممكن تاخذ به صور. ايضا في بروجيكتور، لو انت تحط ايدك قدامه، يعني حاليا نشوف في يعني صوره طالعه منه. وايضا تقدر تستخدمه كهاتف، وتقدر حتى توصله مع سماعات لاسلكيه او توصله حتى بالسياره. طبعا يجي معه الكيس زي ما انتم شايفين، وهذه الكيس هي اصلا عباره عن شاحن ليه. وايضا القطعه المغناطيسيه اصلا هي عباره عن بطاريه ثانيه ممكن تشحن الجهاز، والجهاز نفسه اصلا في بطاريه. ولما تشتريه انت حوالي 699 يعني $700 حتجي معه بطاريتين ويجي معه هذا الكيس. وعلى فكره بالنسبه للناس اللي ممكن تلبس مثلا تي شيرت او تلبس مثلا سوريه او يعني مختلف الانواع، ففي ايضا العديد من الكليبس. فعلى سبيل المثال عندنا هذا الحامل الخفيف جدا، يعني لو انت تكون مثلا تلبس تي شيرت خفيف، ولو انت مثلا لابس بليزر او حاجه او جاكا او مثلا يعني كوت غليظ، فانت ممكن تستخدم هذا الكليب لانه هو قوي. الان حنستخدم هذا الجهاز مع احد الاشخاص الموجودين هنا، فني حنتكلم معه باللغه العربيه، هو حيكون لابسه وحيترجم لي الكلام باللغه الانجليزيه. فني ممكن نسافر لاي بلد ويكون لابسه ونقدر نتفاعل مع الناس مهما كانت اللغه اللي يتكلموا فيها. خلينا نجرب. سافترض اني لا اتكلم اللغه الانجليزيه، فحقول له ما هذا الجهاز يعني، خلينا نعرفه. Translates in Arabic. ما هو هذا الجهاز؟ What is this device? This is the Humane AI Pin. It's a new kind of computer that you can relate in a very different and natural way without a phone. هذا هو دبوس الذكاء الاصطناعي الإنساني. إنه نوع جديد من أجهزة الكمبيوتر التي يمكنك الاتصال بها بطريقة مختلفة وطبيعية للغاية بدون هاتف. What do you think? ماذا تعتقد؟ Okay, and then ready? الجهاز بالفعل رائع جدا، الجهاز بالفعل رائع جدا. Really very cool. The device is really very cool. Nice. هل تتوقع أنه ممكن يكون هذا بالفعل هو مستقبل الهواتف، وما فيش داعي نحن نمسك الهاتف، إنما فقط تعلقه عندك وبعدين تستخدمه بالطريقة اللي تحبها؟